بي إن سبورتس، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع مدرب المنتخب المغربي الأول السيد محمد وهبي. محمد، مرحبا بك وشكرا لك على قبول هذه الدعوة. ميرسي. بداية وعند قبولك هذه المهمة، ما هي أبرز الفوارق التي اكتشفتها بين تصورك المسبق لطبيعة هذا الدور وواقع العمل اليومي داخل المنتخب؟ هو أننا نقوم بالكثير من الأشياء، وأنا لدي طريقة عمل أحاول أن أقدم فيها المسؤولية كثيرا لكل من حولي، الأشخاص الذين اخترتهم كي يعملوا معي. ولكن في الحقيقة نعمل أقل على ما هو تكتيكي في فئة تحت 20 عاما، بل نقضي وقتا طويلا في التصرف والتعامل مع أشياء أخرى أكثر من كرة القدم في حد ذاتها، وهذا ما فاجأني أكثر من أي شيء آخر. بالنسبة للبقية لم أتفاجأ. تأتي إلى هذا المنصب مع ذا الإنجاز العالمي والتاريخي مع منتخب أقل من 20 عاما في الشيلي. هل ترى بأن استلام مفاتيح المنتخب الأول بمثابة مغامرة مدروسة إن صح التعبير، أم هو امتداد طبيعي لمسيرتك التدريبية؟ لا هذا ولا ذاك. المرحلة الطبيعية عندما تقدم مستوى جيد كمدرب أو ناخب، يكون هناك إمكانية مواصلة العمل أو أن يكون هناك تحديات أخرى. وما أقصده عبر ذلك هو أنني لم أخذ هذا الأمر كمجازفة. أولا هذا بلدي، وعندما تدرك أنك تمثل بلدك فلا تقوم بأي حسابات. هذا فخر ومسؤولية كبيرة جدا، ولا يكون هناك أي حسابات أخرى. وما قلته في البداية كذلك هو أنني كنت في الخط الأول، وأقول لنفسي أن هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا موجودين في الخطوط الأولى للدفاع عن هذا البلد وهذا العلم، ولا يمكن أن أتذمر أو أشتكي اليوم لأنني أنا المناخب الوطني، وقد ينتقدني الكل إن لم تسر الأمور بشكل جيد. أنا لا أفكر في ذلك بالمرة. هذه مسؤولية كبيرة، أنا فخور جدا بهذه المسؤولية ولست خائفا. كيف تقيم تجربتك في المعسكر الأول على رأس المنتخب من الناحيتين الإنسانية والفنية؟ حسنا، اكتشفت مجموعة جيدة، مهارة. كان هذا مثيرا للاهتمام لأن اللاعبين مع أنديتهم شيء وفي المنتخب أمر مختلف، وبالتأكيد كان هذا معسكرا مثيرا للاهتمام، مما يعطيني كذلك ثقة كبيرة جدا للمستقبل بصراحة، مع إحساس بإمكانية تطور كبير جدا. من الواضح بأننا في حقبة جديدة ويجب أن نعترف بذلك. بالنسبة لي أيضا هذا أمر مهم جدا، فترة جديدة ويجب أن نأتي فيها بأشياء جديدة، أفكار جديدة، وكذلك نظام استحقاق لكل لاعب كي يكون متواجد في المنتخب، لكن ثقة عالية وعالية جدا لأنني أملك الإحساس بأننا نستطيع التطور كثيرا. كيف وجدت الحالة النفسية لهذه المجموعة بعد ذلك النهائي الشهير في كأس إفريقيا، وما هو أول جانب عملت على معالجته في هذا المعسكر؟ يجب أن نعترف بأن كأس العالم تساعد وتساعد كثيرا عندما يكون لديك هدف على مدى قصير، لأنه بعد كأس إفريقيا تأتي كأس العالم مباشرة تقريبا، فهذا يساعد على تصحيح بعض المشاكل الموجودة. لذلك لم يكن لدي أي خشية فيما يخص هذا الموضوع. ما أردت أن أمرره من رسالة كذلك هو أنهم قدموا كأس أفريقيا كبيرة جدا وكانوا ممتازين في مستوياتهم، واليوم لدينا هدف جديد يأتي بسرعة كبيرة بعد المنافسة الإفريقية، وليس لدينا الوقت أن نتذمر أو نشتكي من أي شيء. وفي هذا المستوى رأينا في المباراة الأولى أو أول مباراتين رأينا كيف كانت المجموعة إيجابية. لذلك الرسالة واضحة، وهم يدركون أيضا بأننا لدينا أهداف كبيرة ويمكن مرة أخرى تحقيق إنجازات عظيمة في كرة القدم العالمية. كما قلت، كأس العالم ساعدت كثيرا في قرب زمن المنافسة بعد كأس إفريقيا. هذا مكننا فعلا من أن لا نتأخر كثيرا على أي أشياء أو مشاكل يجب حلها، لذا لا خشية في ذلك. قائمتك الأولى على رأس المنتخب ضمت مزيجا بين عناصر الخبرة وأسماء جديدة. ما هو المنطق الذي وجه اختياراتك في هذه اللائحة؟
اللاعبين الأكثر استحقاقا هم الذين يتم اختيارهم، وكذلك محاولة اختيار اللاعبين حسب مستواهم وحسب نوع اللاعب كذلك وشخصيتهم أيضا. الكل يتحدث عن خيارات قوية، لا يوجد خيارات قوية. في النهاية كان هناك منطق في اختيار اللاعبين، وأنا أحاول أن أبقى في المنطق كذلك. بالتأكيد في محور حديث يجب أن ندركه كذلك، ونحن نفعل كل شيء بتسلسل. لذا كان معسكر تحضير لكأس العالم سيكون الأخير، لذا هذا هو محور الحديث، وهذا يعني أنه لن يكون هناك فرصة لرؤية الكثير من اللاعبين مرة أخرى قبل كأس العالم. لذا يجب أن نأخذ لاعبين جاهزين ولديهم كذلك إمكانيات للتطور في المستقبل، لاعبين حصلوا على دقائق لعب أقل ربما في أنديتهم لكن نراهم جيدين في المستقبل، ولكأس العالم يجب أن يشاركوا بالتأكيد. كان من المهم كذلك أن نشرك أكبر عدد من اللاعبين، وهذا كنا قد فعلناه. لكن البعض قد يتحدث عن خيارات قوية، لكن أنا أفضل خيارات منطقية، ويجب أن نتعود على ذلك الآن. لا يجب أن نبقى في الراحة الدائمة ونظن أن ما سيحدث هو ما يحدث عادة، بل يجب أن نواصل في القيام بما فعلناه لتطوير كرة القدم. نحن يجب أن نتطور كما هو حال كرة القدم. تحدثت في أول مؤتمر لك عن بناء هوية لعب جديدة وأسلوب مختلف. بعد هذا المعسكر الأول، ما هي المؤشرات التي تعزز قناعاتك في هذا التوجه، وما الذي يثير لديك بعض التحفظ؟ حسنا، هوية اللعب ليست ثابتة. لا يجب أن تظنوا بأنني أتيت إلى هنا قائلا لنفسي أن الأمور ستسير بشكل أو طريقة واحدة فقط. كرة القدم تتطور، الكل يرى ذلك، وهذا أمر واضح للجميع. مباريات كأس العالم ستلعب في 2026 لن تكون نفسها التي لعبت عام 2022. كل شيء اختلف. نرى هذا في الأندية، وما نراه في الأندية أصبحنا نراه الآن كذلك في المنتخبات. تتحدث عن الشراسة، عن الضغط العالي، عن المواجهات المباشرة بين اللاعبين، الثنائيات كذلك. وعندما يكون هناك لاعبين هكذا عادة ما يؤثر ذلك على المستوى الذهني أيضا، ليس الأمر تكتيكيا وكرويا فقط. لذا يجب أن نكون جاهزين لمواجهة هؤلاء الخصوم بهذا الأسلوب. وكان هناك مثال ممتاز مثل منتخب الإكوادور كذلك، وكيف إقناع اللاعبين أنه تكتيكيا يمكن الخروج من هذا الضغط وأن نفوز بالصراع الذهني. لأنه عندما تخرج من ضغط الفريق الخصم، عندما يكون الخصم شرسا ذهنيا، أنت تتفوق عليهم. وهذه هي الأشياء الجديدة في كرة القدم، وأظن أن هوية اللعب ينطبق عليها ذلك أيضا. لا يمكن أن آتي هنا وأغير ما حدث سابقا فقط بكل بساطة. بالتأكيد لكنت واصلت مع جيل 2005 الذي فاز بكأس العالم، وبالتأكيد يجب الآن أن نتعامل بشكل مختلف تماما. هذه هي كرة القدم، وهذه هي الإضافة. رأيت أشياء إيجابية بلا شك، وقمنا بتحقيق أشياء إيجابية رغم أن الوقت قصير. هناك أشياء يجب تحسينها، ليس لأنها سيئة بل لأننا لم نحصل على الوقت الكافي ربما للعمل عليها، وأتمنى أن يتوفر هذا الوقت قبل كأس العالم. وفقا لرؤيتك الشخصية، هل يجب أن يقوم أداء المنتخب على أسلوب ثابت وواضح، أم على مرونة تكتيكية تتغير بحسب طبيعة المنافس؟ الفلسفة واضحة والقواعد والخطوط الكبرى واضحة. نحن نواصل العمل على أسلوب لعبنا، على أساس لعبنا، وإثر ذلك الأمر واضح. هناك هوية، ولكن هذا حسب الخصم كذلك. لا يمكن أن نقول بأننا سوف نبني بمدافعين محوريين أمام مهاجمين. يجب أن يكون هناك 3 مدافعين على سبيل المثال. مثل هذه الأشياء تعتمد دائما على الخصم وأسلوب لعبه، لكن الخطوط الكبرى والعريضة واضحة. السيطرة على المباراة، وعندما تسيطر يكون ذلك مع وعند عدم استحواذ الكرة كذلك. يجب أن نعرف ما نفعله عند استحواذ الكرة، كيف نبني وكيف يكون التطور والبناء شيئا فشيء وإنهاء الهجمة. ودفاعيا الأمر مشابه تماما. عندما ندافع عاليا كيف ندافع؟ يجب أن ندافع بطريقة معينة. عندما نكون متأخرين في خط الدفاع ندافع بطريقة مختلفة تماما كذلك. هذه أشياء يجب أن تكون واضحة، وعندما تكون هذه التفاصيل واضحة للجميع، هناك مباراة ستكون فيها أنت مهاجما أكثر، مباراة أخرى متوازنة، ومباراة أخرى تكون فيها مدافعا أكثر من أي شيء آخر. أنا أعمل على تحضير كل الوضعيات والسيناريوهات الممكنة التي قد تواجهنا، وهذا ما نركز عليه ربما في عملنا. وأعتقد بأن الأمر أصبح واضحا أكثر حتى بالنسبة للاعبين كذلك. الكثير منهم كذلك تحدثت معهم عن هذا الأمر تحديدا، وهذا يمكننا من ربح الوقت.
يقال كثيرا كما أشار إلى ذلك جي ستيفون مساعد مدرب المنتخب الفرنسي بأن الأسماء التي لم يسبق أن تم استدعاؤها للمنتخب قبل كأس العالم أو غابت عن المعسكر الأخير يقلص حظوظها بشكل كبير في التواجد في القائمة النهائية. إلى أي مدى يتقاطع هذا الطرح مع طريقتك في الاختيار؟ إحصائيا الأمر صعب، إذا ما أخذنا كل الإحصائيات من الصعب، ولكنه ليس مستحيل، ليس مستحيلا بصراحة، وأصر على ذلك. هذا ليس مستحيلا لأن هناك لاعبين نتابعهم عن قرب ولم يتم اختيارهم حتى الآن للمشاركة في المنتخب، لكننا نتابعهم كما هو حال كل اللاعبين الذين نتابعهم. الأمر ليس مستحيلا. اليوم وبشكل واقعي كم عدد المراكز التي لا تزال مفتوحة للمنافسة ضمن القائمة النهائية لكأس العالم؟ لا يمكن أن أجيب، وسأقول لك لماذا. لا أستطيع الإجابة، لدي طريقة رؤية مختلفة تماما للأشياء. اليوم عندما أتحدث مع اللاعبين أتحدث عن منافسة وإعطاء وقت لعب لكل اللاعبين في المباريات الودية. هذا يبرز دائما بأن لا أحد متأكد من التواجد في كأس العالم، لا أحد، وهذا لا يعتمد على اختياراتي أنا فقط. هناك إصابات، هناك أسباب أخرى وإلى ما غيره. لذلك عندما نتحدث ونقوم باجتماعات حول اللاعبين في بعض الأحيان نقضي وقتا طويلا جدا للحديث عن الخيار الرابع في الهجوم، والذي قد يكون الثاني في لمحة البصر. هكذا أفضل العمل بصراحة. وعندما يأتي وقت الاختيار اليوم ربما يكون هناك خيارات أولى، ثانية، ثالثة، ونتردد بين الثالث والرابع أو الرابع والخامس، الثاني والثالث، لكن مباراة واحدة، إصابة واحدة قد تغير هذا الترتيب تماما. عند قراءتك الفنية لمنتخبات مجموعة المغرب في كأس العالم، كيف تقيم طبيعة التحدي الذي سيفرضه كل منافس على المنتخب في دور المجموعات؟ نتحدث عن البرازيل، كذلك اسكتلندا ومنتخب هايتي. بصفة عامة لا يمكن أن أدخل في التفاصيل كثيرا. من الواضح أن البرازيل مباراة برستيج، أن ربما اسكتلندا هي المباراة القوية فيما يخص الثنائيات والشراسة، هايتي هي المباراة الفخ. أنا أفضل أن ألخص ولا أدخل في التفاصيل كثيرا، ولكن أظن أن الكل يعرف ذلك الآن. كل المباريات صعبة ومعقدة في كأس العالم، كل المباريات صعبة، ونحن يجب أن نفعل كما أنا أفعل شخصيا على كل حال في كل مرة وفي كل مباراة، وهي أفضل طريقة أن تلعب المباريات واحدة والأخرى. الطموح جيد، لكن التركيز على كل خصم على حدة مهم، وحالما تنتهي تلك المباراة نفكر في الموالي. برأيك هل بلغ هذا المنتخب بمجموعته الحالية مرحلة النضج التي تسمح له بتحقيق نقلة نوعية، أم أنه لا يزال في مرحلة التشكيل والتجانس؟ ليست مرحلة إعادة بناء كما قلت، هذه فقط حقبة جديدة، فترة جديدة، لكن في تواصل مع الماضي. نحن لا نعيد البناء، هناك تواصل في هذا المشروع ومشروع الاتحاد كذلك والمغرب بصفة عامة. وبطبيعة الحال أعتقد بأنه لا يوجد حدود لهذا المنتخب، لا يجب أن نضع حدودا لأنفسنا، ولكن المنافسة ستحدد كل شيء. لسوء الحظ هذه الإحصائيات، وهي إحصائيات تتم بعد المنافسة، لا يمكن أن نقوم بإحصائيات قبل بداية المنافسة، لكن لا حدود. خلال مؤتمر تقديمك فضلت عدم الخوض في تفاصيل الأهداف التعاقدية، هل يمكنك اليوم توضيح ما تنص عليه التزاماتك الرسمية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟ إلى 2030. اليوم بالتأكيد أنا مركز تماما على 2026 كمنافسة ككأس عالم، وهناك كأسي أفريقيا وكأس العالم 2030. عقدي ينتهي في 2030 حتى كأس العالم 2030، لكن بالنسبة لي وبصراحة قلت ذلك في آخر مرة، هذا ليس مهما بالمرة. هدفي هو تحضير 2026 بأفضل طريقة ممكنة. لماذا؟ لأننا نجهز ل 2030 بالقيام بالأشياء بشكل جيد في كأس عالم 2026، وهناك كأس أفريقيا 27 28، هكذا نجهز جيدا ل 2030. لكن التنافسية مطلوبة من الآن. أنا قلت ذلك بعد نهائي كأس العالم تحت 20 عاما، وأكرر ذلك ولا أخاف تكرار ذلك. نحن لن ننتظر 2030 كي نقدم مستويات ممتازة. كيف توازن بين ضرورة تحقيق نتائج على المدى القريب وبناء مشروع مستدام على المدى الطويل مع المنتخب المغربي؟ البناء على المدى الطويل
كما تعرفون كل مدرب يوقع عقودا بسنتين 3 و4. اليوم عقدي إلى 2030. هذا يعني بأنني أملك ثقة الاتحاد الذي يؤمن بي ويؤمن بالمستقبل كذلك، ويرى أنني أملك الإمكانيات للذهاب بعيدا أبعد مما حقق سابقا. اليوم أنا أركز على 2026 كاستحقاقات مباشرة، وعلى ذلك فقط بصراحة. أظن بأنها أفضل طريقة ربما كي تواصل في التطور والتحسن وتكون أفضل عام 2030 إن شاء الله، وأتمنى أن نتقابل آنذاك ونكون أفضل الآن. شهد الطاقم الفني تغييرات لافتة مع وصولك على رأس هذا الجهاز. ما هي أولوياتك في إعادة تنظيم العمل الداخلي داخل المنتخب؟ Mais déjà, ce que je voulais surtout, j'ai dit, c'était des profils. Bien sûr, il y a les compétences, mais les profils. ما أردته أكثر من أي شيء آخر كما قلت هو نوعية لاعبين، شخصيات معينة. بالتأكيد أريد أن يكون المستوى الكروي ممتازا، لكن الشخصيات مهمة جدا كذلك. وعندما اخترت الطاقم اخترت أشخاصا جيدين في كل مجالاتهم، كل شخص كان ممتازا في مجاله. الآن وفي يومنا هذا طريقة عملنا هي ما فرضناها. أنا لا أقارن في الحقيقة ما كان يحدث سابقا، وبعد سنة أو سنتين قد نعمل بطريقة أفضل مما نفعله الآن في بدايتنا. لذلك الواضح هو أن هناك عمل كبير جدا في فترة زمنية قصيرة للغاية، ونقوم بالكثير من التحليل. وبما أنه يوجد مباريات أقل ومعسكرات أقل، نحاول أن نقوم بتحليل كل اللاعبين، مقاطع فيديو لكل لاعب على حدا فرديا ومع بعضهم البعض كمجموعة. كذلك هناك كذلك دراسة الخصوم المستقبليين، كذلك تحضير خطة اللعب، ونقضي وقتا طويلا جدا في اختيار خطة اللعب، وكذلك التحليل الفردي للاعبين والمقارنة حسب مراكزهم وإذا ما كانوا من نفس المركز أو لا. ودائما ما يكون هناك رؤية لكل المهاجمين، نتحدث عن كل اللاعبين الهجوميين، وبعدها تحليل معمق فردي لكل لاعب بالنسبة للجاهزية، الإمكانيات الحقيقية لكل لاعب، وربما النقاط السلبية لكل واحد كذلك، ونختار من يناسب بشكل أفضل لخطتنا لكأس العالم القادمة. لذا هناك عمل كبير جدا، ولكننا سعيدون جدا بالعمل يوميا من أجل ذلك، وإن شاء الله أنا فخور جدا بالطاقم، طاقم العمل. وقلت ذلك منذ حين، أنا أهتم بالكثير من الأشياء كمدرب ربما أكثر من اللازم، وتواجد طاقم بهذه الإمكانيات يجعلني أعتمد عليهم بسعادة كبيرة جدا. انضمام اسم بخبرة دولية مثل جواو ساكرامنتو كمساعد مدرب ماذا يضيف عمليا لمشروعك، وما الذي يميزه على المستوى المهني والشخصي؟ ساكرامنتو لم أكن أعرفه سابقا بالمرة، أي أنه كنت قد سمعت عنه قليلا، حاولت أن أحصل على معلومات، اتصلت ببعض الأشخاص، نظرت في الإنترنت كذلك، قابلته، تحدثنا، وبعدها بعد ساعة من الحديث تقريبا قلت له وقلت للمسؤولين أريده هو، بينما لم أكن أعرف ذلك سابقا. ما أبحث عنه هو شخص يتحداني كذلك، أنا أبحث عن شخص يكون بنفس قوتي في العديد من المجالات، وهذا بالتأكيد يعتبر مسؤولية كبيرة له أيضا. أنا لا أريد مساعدا يكون موجودا يستمع لي فقط ويوافقني، أريد شخصا يمكن فعلا أن يقدم لي إضافة ويكون لديه نظرة عامة كذلك. هذا هو هدف إيجاد مساعد أجنبي. أريد شخصا يستطيع أن يكون لديه نظرة عامة ولا يتأثر بالأحاسيس. عندما تكون أنت مغربيا تدرب المغرب قد يكون الضغط كبيرا والأحاسيس مختلطة. أريد شخصا هادئا خلال المباريات لاتخاذ القرارات بموضوعية، وهو الشخص المناسب. فعلا كان هو الشخص المناسب بالنسبة للمتطلبات، وعمل كثيرا هنا كذلك. لذا نعم أنا سعيد جدا بتواجده بالتأكيد، كما هو الحال ليوسف حجي الذي هو شخص أردت تواجده منذ البداية في المجموعة ويناسب تماما ما نبحث عنه. بالتأكيد دولي مغربي شاب لديه رغبة التطور والعمل كذلك في هذا الإطار، وقريب من اللاعبين ولكن باحترام ويبقي مسافة جيدة. أنا سعيد، الطاقم متكامل. طيب، إذا طلب منك اختصار مشروعك في رسالة واحدة للجماهير المغربية، ما هي هذه الرسالة؟ الرسالة هي أننا سنقدم كل شيء، سوف نعمل جاهدا، نقدم كل ما لدينا، نكون صارحين في خياراتنا. هذا أمر مهم جدا كذلك، لأنه
هناك الكثير من التساؤلات بالنسبة للخيارات وأنا أتفهم ذلك، ولن يكون الكل موافقا مع خياراتنا، هذا مستحيل، لأنه عندما نتحدث عن اللاعبين في الطاقم نحن 9 في الطاقم، لا نتفق دائما، تخيلوا، فمن المستحيل ل40 مليون مغربي أن يتفقوا مع خياراتنا، لكن هذه خيارات ستتخذ بمعايير، بموضوعية، بصراحة، وخاصة بالنظر إلى المسؤولية الكبيرة نحو 40 مليون مغربي. بحكم معرفتك الجيدة بجيل أبطال العالم لأقل من 20 عاما، ومع بروز أسماء واعدة مثل جيسيم، زبيري، معما كذلك بعوف، ومع تباين وضعياتها مع أنديتها، كيف تخطط لدمج هذه العناصر في المنتخب دون الإخلال بتوازن المجموعة الحالية؟ في الحقيقة الأمر لا يتعلق بربما تأقلمهم، لأن هناك لاعبون آخرون كانوا مهمين جدا. أنتم تحدثتم كثيرا عن هؤلاء الثلاث، ولكن كل اللاعبين مهمين في كأس العالم أقل من 20 عاما. كل معسكر، كل دعوة للمنتخب تكون مختلفة عن غيرها. شهر مارس كان تاريخ فيفا الأخير، وكما قلت أخذت بعض اللاعبين ننظر لهم في المستقبل، لو حصلوا على دقائق لعب يمكن اختيارهم لكأس العالم، لكن بالنسبة لكأس العالم الأمر مختلف. الأكثر جاهزية، الأفضل مستوى يتم اختياره بكل بساطة. لذا هناك استراتيجية هي أننا نعمل كثيرا مع تحت 23 عاما. أنا قريب جدا، كذلك جمال بن الدير قريب جدا، هذا يعني أننا نتحدث يوميا على منتخب تحت 23 عاما، وأريد أن يكون هذا فعلا المكان الذي نذهب إليه. من يتم الذهاب إلى المجموعة الأولى سيذهب مباشرة للمنتخب الأول. هكذا يجب أن نعمل. لو عملنا فعلا مع منتخب تحت 23 عاما والفريق الأول، يسهل بعدها الدخول للمنتخب الأول. لا يمكن أن تذهب مباشرة للمنتخب وتلعب مهما حدث، كلا، كأس العالم مرت، سواء أنا كمدرب أو اللاعبين، ما نفعله الآن للمستقبل سيصنع الفارق. لذا هم يجب أن يواصلوا العمل لفئة تحت 23 عاما وال20 عاما، ولكن يجب الانتباه لكل الفئات. الأندية المغربية بصمت على حضور قوي في مسابقات الكاف هذا الموسم، كيف تنظر إلى هذا التطور وهذه النتائج المحققة وما انعكاسها المباشر على المنتخب المغربي؟ بركان والوداد وكذلك صافي والجيش، كان هناك منافسات مغربية بالتأكيد في المنافسة القارية في أفريقيا، لكن بالتأكيد المغرب يجب أن يكون ممتازا في مستوى الأندية. بطولتنا نرى بأنه يوجد فيها أندية أكثر وأكثر تلعب من أجل اللقب، هذه بطولة متقاربة وهذا إيجابي لكرة قدمنا. وفي المنافسات الأفريقية من المهم للغاية فعلا كل سنة أن يكون هناك أندية في نصف النهائي على الأقل، وإلا سيكون هذا فشلا كبيرا. الأمر مثير للاهتمام، نحن نرى مباريات بضغط مختلف عن مباريات الدوري، وهذا يمكننا من تقييم اللاعبين كذلك بشكل مختلف بنظرة أخرى، ولكن يجب أن ننظر عاليا جدا. وأتمنى إن شاء الله أن يفوز الأيسفار دوري أبطال أفريقيا، وأن نفوز بالألقاب في كل عام، وأن يكون لدينا المكان المستحق للمغرب في أفريقيا. هنالك من يضع المنتخب المغربي ضمن دائرة المرشحين في المونديال القادم، هل تتعامل مع هذه الأصداء كحافز أم أنك تفضل شخصيا التقليل من سقف التوقعات؟ في الحقيقة أنا شخص طموح، لذا لن أختبئ خلف أي شيء، ولكن أعرف تماما كيف تسير الأمور، خاصة خلال كأس العالم والمنافسات الكبرى. الكثير من المنتخبات المرشحة في النهاية يفوز منتخب واحد فقط. أنا لا يهمني كل ما يقال. إذن الأهم بالنسبة لي هو أن نعرف مسؤوليتنا وندركها تماما. نحن ندرك أننا نريد أن نقدم مستوى جيد ولا نخشى أي خصم، وإذا ما تمكنا من دخول الملعب بشجاعة مهما كان الخصم، مهما كانت المباراة، سواء ثم نهائي، ربع نهائي، نصف نهائي أو حتى نهائي، أن نلعب بمهارتنا دون خشية، دون خوف، دون مركبات. هذا هو هدفي الوحيد في الحقيقة. أي شيء غير ذلك سواء كنا مرشحين أو لا يهمني ولن يغير شيئا، صدقوني لا يغير شيئا بالمرة، إيجابيا أو سلبيا. الأهم هو ما نفكره نحن وما نظنه نحن وما نفعله نحن، وليس ما يظنه الناس. إنجاز مونديال قطر 2022 غير مكانة المغرب عالميا، لكنه تحول ربما إلى ضغط على مستوى التطلعات فيما هو قادم. كيف يمكن تفادي الوقوع في فخ المقارنة المستمرة مع ذلك الإنجاز التاريخي والحفاظ على مسار تطور المنتخب مستقبلا؟
لا يمكن المقارنة، لكن عندما ذهبت إلى كأس العالم في تشيلي قيل لي حسنا آخر مرة ذهبنا فيها لكأس العالم بلغنا نصف النهائي. نحن قمنا بتحقيق إنجاز أكبر، ولكن نعم العمل هو تواصل في الحقيقة. لن تفوز دائما، ونحن نرى ذلك في كل المنتخبات الكبرى. من المستحيل أن تفوز دائما وفي كل مباراة، هذا أمر عادي، ولكن المهم هو أن تقدم مستوى جيد وأن نكون في مستوى لا يقل عن ما هو منتظر من قبلنا. هذا هو الهدف. لو توقفنا عند نصف النهائي ربع النهائي فقط لا أظن بأن هذا يعتبر أفضل شيء بالنسبة لنا في الحقيقة كطموح. طبعا قلت لكم منذ حين أن المستوى خلال المنافسة، نهاية المنافسة، كذلك الإحصائيات بعد المنافسة، هل الجماهير سعيدة أم لا، أظن أن هذا ما سيحدد إذا ما كنا راضين عن المستوى أو لا. ولكن غير ذلك لا يوجد أي ضغط، لأنه لا فائدة من ضغط هكذا. ما هي رسالتك للجماهير المغربية خاصة ولمتابعي قنوات بين سبورتس عامة قبل كأس العالم؟ أتمنى أن نتابع كأس عالم جميلة جدا، لأنها تبقى كأس عالم، لذا منتخب المغرب يريد أن يقدم مستوى جيد، ونتمنى أن تكون كأس العالم هذا حدثا جميلا ناجحا بمباريات جميلة مشوقة، وإن شاء الله دائما مغرب نتمنى أن نكون سعيدين بمستوانا ورحلتنا في المنافسة وأن تكونوا معنا. محمد وهبي، نتمنى لك ولأسود الأطلس حظا موفقا في كأس العالم، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة. شكرا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.